اكبر غلط بيقع فيه اصحاب البيزنس ان هم فاكرين ان المشكله في الموظفين. لو فريقك محتاج تحفيز كل يوم عشان يشتغل، فغالبا المشكله مش في حماسهم، المشكله انك بتحاول تعالج النظام بكلام حلو. ودي 5 علامات بتقول ان فريقك محتاج نظام مش تحفيز. وخلي بالك رقم 1 اخطر علامه، لانها بتقول ان الفريق شغال مش بنظام، شغال بوجودك انت. رقم 5 نفس الغلط بيتكرر. لو كل اسبوع بتقول نفس التعليمات، مش المشكله انهم بينسوا، المشكله ان التعليمات ما تحولتش لنظام. رقم 4 الاولويات مش واضحه. كل واحد في الفريق شايف حاجه مختلفه هي الاهم، وساعتها الناس مش بتتحرك ببطء، الناس بتتحرك في اتجاهات مختلفه. رقم 3 المتابعه بتحصل لما الدنيا بتبوظ. لو بتكتشف المشكله في الاخر فانت مش بتتابع، انت بتتفاجئ. رقم 2 الجوده بتختلف حسب الشخص، واحد بيسلم شغل ممتاز وواحد بيسلم شغل ناقص، وده معناه ان الكواليتي مش مبنيه على ستاندرد واضح، معناه ان هي مبنيه على شطاره كل واحد. رقم 1 ودي الاخطر، الفريق ما بيتحركش غير لما بتضغط عليهم. لو الشغل ما بيمشيش غير لما تفضل تتابع وتزن وتقف فوق دماغهم، فانت كده ما بنيتش نظام، انت كده بنيت اعتماد عليك. التحفيز مهم، لكن التحفيز من غير نظام عمره قصير. النظام هو اللي بيخلي الصح واضح، الغلط صعب، المتابعه تلقائيه، والمحاسبه كمان عادله. لو فريقك محتاج كل يوم موتيفيشن، اسال نفسك هل انا محتاج احفزهم اكتر ولا محتاج ابني نظام يزقهم لقدام طول الوقت؟